هلا وحبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم سويت كيكة بمكونات سهلة وبسيطة، ويلا نبلش بالصلاة على محمد. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا لنا الجرس حتى يوصلكم أي فيديو أنزله. ويلا نبدأ بالمقادير. أول شي عندي قلاصين حليب سائل، وهنا عندي قلاصين ونص طحين صفر، وعندي ظرف فانيليا وظرفين بيكنج باودر، وهنا عندي قلاص ونص شكر، نص قلاص نشا ذرة، ونص قلاص كاكاو، ونص قلاص زيت، وثلاث بيضات بدرجة حرارة المطبخ. ويلا نبدأ بالمقادير. أول شي ضفت البيضات بدرجة حرارة المطبخ، وهنا راح أضيف أول شي قلاص واحد من الشكر، وهنا راح أضيف النص، وهنا راح أخلط البيض والشكر سوا، وهنا ضفت نص قلاص زيت نباتي، وهنا راح أخلط المكونات سوا، وهنا راح أضيف الحليب السائل بالتدريج، وهنا راح أخلط المكونات كلهن سوا، وهنا خليت نص قلاص نشا الذرة. هنا عندي ظرفين بيكنج باودر وظرف واحد فانيليا، وراح أخلطهم ويا المكونات. وهنا عندي نص قلاص كاكاو مر. هنا راح أخلط المكونات كلها وبعدين أخلي الطحين بالتدريج. هنا عندي الطحين قلاصين ونص خليتن بالتدريج. هنا خليت أول قسم وبعدين خليت القسم الأخير، وقمت أخلط المكونات كلها سوا. وهنا كملت الكيكة وشغلت الفرن على درجة 180. وهنا مثل ما تشوفون رجعت لكم بعد ما استوت الكيكة، وهنا حضرت الصوص ورشيته عليها. ما أوصف لكم الطعم والريحة ترست البيت. جربوها وما تخسرون شي. إذا عجبكم الفيديو حطوا لنا لايك واشتركوا لنا بالقناة وفعلوا لنا الجرس. أشوفكم في فيديو جديد. باي باي.